مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ميت يوم تابينج 43. آه في بعض الأحيان بنلاقي نفسنا متبنيين أفكار شخص تاني، إما لأن الأفكار دي عجبتنا، انبهرنا بيها فقررنا إننا نتوحد معاها، وإما إننا بنعمل ده علشان عايزين حاجة من الشخص اللي احنا عاملين نفسنا متبنيين أفكاره، واما بنحس بالضعف اننا نرفض الفكرة، فالفكرة بتنفذ نفسها غصب عنها. نفس مرة واحدة بدخل في سبعة وبطلع في سبعة، ناخد مسؤوليتنا وبنتابع مع بعض او على بعض عادي. برغم ان انا حاسة ان في ناس افكارها بتخترقني، بلاقي نفسي بعمل اللي هم عايزينه بدءا من غصب عني، مرورا به بدون إرادة مني، نهاية ب من غير ما أحس إني بنفذ اللي هم عايزينه. أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود، برغم إن في ناس بحس إن أفكارهم بتخترقني، بتسيطر عليا. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. برغم إن ساعات بحس إن في ناس أفكارهم تتحكم فيا، كأنها بتتزرع في دماغي، بحس إن أنا بنفذها as if I'm hypnotized. بحب نفسي وأقبلها بدون حدود. الناس القريبين، لو انت عايشة مع جوزك بقالك كتير، مامتك، باباكي، تلاقي نفسك مغيبة وانت بتنفذي أنماطهم العقلية وأفكارهم. just say yes للرعب ده، تحسي أنا مش عارفني، أنا مش أنا. just say yes. في لحظة بحس فيها إن اللي بعمله ده مش بتاعي، إن أنا مستسلمة تماما لأفكار شخص تاني، وإن أنا بعمل الأفكار دي مع إنها مش أفكاري. وفي بعض الأحيان بيجيلي نوع من أنواع الإدراك إني مش عايزة أعمل الأفكار دي. مع ذلك عدم رغبتي في تنفيذ الأفكار دي مش بيوقف سلوكياتي. بلاقي نفسي بنفذ repetitive pattern، ممكن أكون مش عارفة هو جاي منين، لكنه بينفذ نفسه بدون أي إرادة مني. بحس إن أنا hypnotized قصاده. مش بتابع عشان أخد مسؤوليتي في اللحظة دي، لكن بتابع علشان أدرك أو أحس من جسمي إحساس اللوز كنترول، أو الاختراق، أو إن أفكارهم بتسيطر عليا وبتتحكم فيا. just say yes. body relaxing اللي أنا حاساه دلوقتي بيقول لي
إن أنا سمحت لنفسي إني أشوف الجزء اللي أنا حاسة إني فكة إيدي قصاده. اسمح لي يكون موجود في جسمي هنا ودلوقتي. Just say yes to the present moment. إيه الحلو في اللحظة اللي بكون فيها بنفذ أفكار مش بتاعتي؟ السماحية الموجودة هنا جاية عشان تساعدني أساعد في اليوم، مش بتابع عشان أغيرها، بتابع عشان أسمح لها تكون موجودة. Just say yes. البادي ريلاكسنج الموجود هنا معناه إن أنا وافقت أبص على القصة الكاملة، وفي اللحظة دي بقى عندي موافقة إن أنا أسأل نفسي أو أسأل الأنرجي: هل أنا لسه مختارة أو ناوية أو مقررة الاستسلام لأفكار جايلي من بره؟ اسمح للضعف الموجود هنا اللي اسمه أنا موافقة إن أنا أنفذ أفكار مش بتاعتي عادي. أسمح للضعف والموافقة الموجودين هنا إنهم يكونوا موجودين عادي هنا ودلوقتي. أه فعلا أنا موافقة أكمل كده. just say yes. حسي الموافقة في جسمك. أنا فعلا موافقة أكمل كده. البادي ريلاكسنج اللي حاساه دلوقتي معناه سمعت للموافقة للضعف إنها تكون موجودة زي ما هي في جسمي، وبسأل نفسي: إيه الحلو؟ إيه الحلو في اختيارات ده قصاد إني مش واخدة مسؤولية أفكاري؟ just say yes. أنا حاسة بالضعف ومش واخدة مسؤولية أفكاري. هي دي أنا هنا دلوقتي. أنا حاسة بالضعف مش واخدة مسؤولية أفكاري. حاسة بالضعف مش واخدة مسؤولية أفكاري. حاسة إيه؟ رغم إن أنا مختارة أعيش الشعور ده للأبد، بحب نفسي أبقى لها بمحب. برغم إن أنا ممكن أكون مختارة أعيش الشعور ده للأبد وأحس إن أنا مختارة أعيشه للأبد، بحب نفسي أبقى لها. أنا مختارة الشعور ده للأبد ومختارة أحسه برضه عادي، إن أنا أحس إن أنا عايزة أفضل ضعيفة وإكسبوزد. تمام. just say yes لحالك الحالي. اختار أكون ضعيفة واختار أكون exposed. ناوية أكمل كده. مش بنتابع عشان نغير، بنتابع عشان نسمح للحقيقة تكون موجودة. بعد ما تسمحي للحقيقة تكون موجودة، انتي بتتنفسي بتختاري هتعملي فيها ايه، لكن على الأقل بنسمح لها تكون موجودة زي ما هي. البادي ريلاكسنج اللي أنا حاساه معناه
إن أنا سمحت لإحساس اختياري إني أفضل كده للأبد يكون موجود من جسمي. بسأل نفسي أنت جاي عشان تساعدني إزاي في الدنيا؟ لسه حاسة إني بحب الشعور، وبسمح لنفسي أحس إني بحب الشعور. الموافقة على الاستسلام. Just say yes to the present. أنا مرتاحة مع الاستسلام. مرتاحة مع الاستسلام. هو ده حالي هنا ودلوقتي. بسمح لحقيقتي إنها تكون موجودة زي ما هي. اسمح لاستسلام واختياري الاستسلام يكون موجود. body relaxing بيقول لي إن أنا موافقة على الاستسلام. just say yes to the present. نفس مرة واحدة. دخل في 7 عدات، طلع في 7 عدات. بنكمل tapping in a silent round. تابع على كل النقط واحنا ساكتين عشان نسمح للحقيقة اللي احنا منعرفهاش إنها تكون موجودة زي أيا كان اللي جوايا في اللحظة أنا مش عارفة. بسمح له يكون موجود أيا كان شكل محيطي. بسمح له يكون موجود أيا كانت الحقيقة. بسمح له يكون موجود. وبكون عارفة إن البادي ريلاكسنج اللي أنا حاسة معناه إني سمحت لنفسي يكون زي ما أنا. في أي وقت أحس إن أنا جاهزة عشان أعمل تغيير حقيقي، عشان أعمل letting go للاستسلام لأفكار شخص تاني. دايما هيكون متاح إن أنا أسمع السيشن تاني وأشتغلها بإنتنشن مختلفة. تكون نيتي فعلا هي إني أعمل تواصل ذاتي حقيقي مع نفسي، وفعلا questioning الاختيار ده أشوف بيساعدني إزاي بيفيدني بإيه، وآخد مسؤوليتي بما يكفي لتغيير الاختيار. ولغاية ما أختار اللحظة دي فدايما ممكن أسمع السيشن عشان أستقبل معاني لو هي معايا تخليني أقبل أكون في سلام مع حالي الحالي، وأنا قادرة إن أنا أستقبل حب وكومباشن لنفسي من طاقة إلهية. شوية اخترت التغيير، واخترت الإدراك من غير تغيير. تعب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة بدخل في 7 طلع في 7. استقبل نور مكان الغرب.